إذا أردت السعادة لساعة فخذ قيلولة، وإذا أردتها ليوم اذهب في نزهة، وإذا أردتها مدى الحياة ساعد الآخرين. لكن أنا من وجهة نظري، إذا أردت السعادة مدى الحياة فقل الحمد لله. كلنا بلا استثناء بنسعى في الحياة وبنجتهد علشان نكون سعداء. فينا اللي بيشتغل وبيتعب علشان آخر الشهر يقبض فلوس ويكون سعيد، وفينا اللي نفسها تتجوز علشان تكون سعيدة، واللي فاكرة إن السعادة في إنها تجيب أطفال، واللي بيسعى لحلم كبير وفاكر إن هو لما هيوصله هيكون كمان سعيد. دايما بنربط السعادة بالحاجات اللي مش في إيدينا، ونقول الحاجة دي لو حصلت هبقى سعيد أو هبقى سعيدة، مع إننا ممكن نلاقي السعادة في حياتنا اليومية في حاجات بسيطة جدا، زي مثلا إننا نهتم بنفسنا، وده أول سر من أسرار السعادة. السعادة الحقيقية بتبدأ لما تعرفي إزاي تهتمي بنفسك وتحبي نفسك. السعادة الحقيقية بتبدأ لما تدركي حقيقة نفسك وإنك مش روبوت طول الوقت عايزة تشتغلي وتنجزي وتعملي مسؤولياتك كلها على أكمل وجه. لازم تدركي أهمية العناية بنفسك، وإنك لازم تاخدي وقت ترتاحي فيه حتى لو حاجات بسيطة. اهتمامك بنفسك ده هو اللي هيخليكي متوازنة وسعيدة، لأن بكل بساطة لو انت مش مبسوطة مع نفسك وبنفسك عمرك ما هتقدري تكوني سعيدة في حياتك اليومية. فببساطة جربي مثلا تبدأي يومك بحاجات بتحبيها، زي مثلا انك تعملي لنفسك روتين صباحي بسيط وهادي، أو زي انك تبدأي بيومك بالصلاة، وده هيبقى بمثابة التأمل وأحسن بكتير كمان. لما تبدأي يومك بالصلاة هتحسي بهدوء وبراحة نفسية، وبعدين قومي اشربي حاجة بتحبيها سواء بقى سخنة أو باردة، واقعدي في مكان هادي وتنفسي. وقفي دماغك تماما عن أي تفكير، خليها كده لحظة هدوء مع نفسك. اهتمي ببشرتك، اشربي مية. لحظات الهدوء والسلام النفسي اللي في بداية اليوم دي كفيلة تخليكي سعيدة اليوم كله. لما تبدأي اليوم بتاعك بالشكل ده هتقدري أكيد تحسني من جودة يومك وتحسي كمان بالسعادة، على عكس طبعا بقى لو صحيتي متأخرة على ميعاد الشغل أو الجامعة على طول وقمتي تجري لبستي بسرعة ونزلتي جري، يومك كله ونفسيتك هتكون متوترة ومش أحسن حاجة. علشان كده مهم قوي تاخدي لنفسك وقت الصبح بدري قبل أي حاجة، أكيد وقتها هتحسي بالسعادة. خدي لنفسك كل يوم ولو 5 دقايق قبل ما اليوم يبدأ، 5 دقايق بس تركزي فيهم مع نفسك وتحسي بالراحة، وتستشعري كمان نعم ربنا عليكي وتحمديه على كل نعمة صغيرة وكبيرة في حياتك. الحاجة التانية اللي هتحسسك بالسعادة هي الموازنة بين الحياة العملية والشخصية. الحياة مليانة ضغوطات ومسؤوليات، من شغل البيت لارتباطات والتزامات وكمان ضغوط وعلاقات اجتماعية، وبين محاولتك انك توازني بين كل ده أكيد هتحسي بالتعب وبالإرهاق. فعلشان تفضلي محافظة على سعادة قلبك وعقلك لازم توازني بين الشغل والراحة. لازم تكوني عارفة إن الحياة مش بس مسؤولية وشغل، الحياة لازم يكون فيها وقت بتعملي فيه الحاجات اللي بتحبيها، وده أصلا واجبك تجاه نفسك، زي مثلا إنك تخصصي وقت للقراءة، كتاب مثلا أو رواية بتحبيها، أو حتى تخرجي شوية مع أصحابك أو أهلك. قليل من المرح مش هيضر. مش لازم الحاجات اللي تعمليها لنفسك تكون كبيرة قوي، بس المهم إنها تكون بعيدة عن ضوضاء وضغوط الحياة بشكل مؤقت علشان تقدري تكملي. وخليكي عارفة إن الموازنة بين الحياة العملية والحياة الشخصية مش سهل، بس مع الاستمرار والإصرار الصعب هيبقى سهل والمستحيل هيبقى ممكن. تعرفي ان من اكتر الحاجات اللي بتأثر في سعادة كل واحد فينا هي العلاقات. علاقاتنا بالناس حوالينا ليها دور كبير قوي في احساسنا بالسعادة. لو دايما حواليكي ناس خفيفة الروح متفائلين، ناس بسيطة وبيخلوا الحياة جميلة حتى لو مش في احسن الظروف، الناس دي بتهون حاجات كتير قوي صعبة وبيخففوا عننا. غير لما يكون عندك ناس متشائمة ونظرتهم دايما للحياة حزينة وسلبية، اكيد ده هيأثر على نفسيتك وهيقلل احساسك بالسعادة. لكن لو اخترتي الناس الصح اللي بيدعموا ويشجعوا هتلاقي الحياة أسهل بكتير. ولو حسيتي في يوم من الأيام إنك في علاقة سامة لازم تراجعي نفسك وتقيمي العلاقات اللي انت فيها، لأن الأشخاص السلبيين دايما هيخلوكي في حالة من الشك والحزن الدائم والمتواصل. وأكتر حاجة هتخليكي تحسي بالسعادة والسلام الداخلي هي الإيمان بإن كل حاجة ربنا بيعملها لنا فهي خير مطلق لينا مهما كان الظاهر بتاعها. خليكي مؤمنة إن كل حاجة حصلت وبتحصل في حياتك هي الحكمة وسبب، وأكيد الحكمة والسبب دول في صالحك. أكيد أي حد دخل حياتك في وقت معين كان لحكمة وسبب وهدف، وأي حد كمان خرج في حياتك من غير سبب أو أذاكي من غير سبب فهو كمان لسبب، وأكيد السبب ده لمصلحتك. السعادة كلها بتكمن في الرضا. لما قلبك يكون راضي بكل حاجة ربنا كتبها له وقتها هتكوني سعيدة. لما تتمني الخير لغيرك كمان هتكوني سعيدة، ولما ما تقارنيش نفسك بغيرك كمان هتكوني سعيدة. كمان من أسباب السعادة إنك تكوني مؤمنة بنفسك وبقدراتك وواثقة كمان من نفسك. لازم تكوني مؤمنة إن عندك القدرة على التغلب على التحديات كلها، والاعتراف إن كل حاجة بتحصل في الحياة فهي بتحصل لسبب،
والأكيد إن السبب ده خير ولمصلحتك زي ما قلتلك قبل كده. خلي تفكيرك كله بالطريقة دي، إنه مهما حصل في حياتك فهو أكيد خير. لما تكوني ممتنة وراضية وقتها هتحسي بالسعادة. ودايما بدل ما تفكري في الحاجات اللي مش موجودة عندك أو اللي بتتمنيها، دايما فكري في النعم الموجودة واحمدي ربنا عليها، واعرفي إن النعم الموجودة دلوقتي عندك لو راحت منك في يوم من الأيام هتتمني إنها لو رجعت تاني. اعملي لنفسك كتاب وسميه كتاب الحمد، اكتبي فيه كل النعم اللي انتي ممتنة لوجودها دلوقتي واحمدي ربنا عليها. كلنا أوقات كتير بنفكر إن احنا هنبقى مبسوطين بس لما نوصل للحلم أو للحاجة اللي احنا بنتمناها، أو يمكن لما نجيب العربية أو الشقة اللي نفسنا فيها. بس الحقيقة إن السعادة عمرها ما كانت في الحاجات دي. السعادة مش بس في الفلوس ولا في العربيات والأملاك. ممكن نقدر نستمتع بالحاجات دي ونتبسط بيها لما نقدر نجيبها ونحققها، بس كل دي هتبقى سعادة لحظية واستمتاع لحظي. ومجرد ما نقلة في النعم دي هيبقى نفسنا في نعم تانية وننسى نحمد ربنا على النعم اللي عندنا اللي أصلا كنا بنتمنى وجودها زمان. فملخص الكلام إنه السعادة في الرضا، السعادة في التفاصيل البسيطة، في لمة الحبايب وإن كلنا بخير، وفي دفى بيوتنا. السعادة في إننا نقدر كل نعمة كبيرة وصغيرة عندنا ونحمد ربنا عليها. وما تنسيش إن السعادة الحقيقية بتبدأ كمان لما تبدأي تقدري نفسك وتحبي نفسك وتدركي كمان قيمتك الحقيقية. مش لازم تكوني جميلة بمقياس معين، جمالك الحقيقي بينعكس في شخصيتك وفي أسلوبك وفي طريقتك وفي حياتك وفي طريقة نظرتك لنفسك وللناس، ومع إنك كمان تكوني واثقة من نفسك ومليانة بالرضا والسلام والتفاؤل. وبس كده كان فيديو النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.